السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اليوم الصبح قمت من النوم، فتحت جهاز عشان أتابع الأخبار. وجدت إنه في كلب من نوع البيدي بول هجم على شاب مدير بنك. المهم هذا الكلب، كيف قوني هذا الكلب؟ قوني هذا الكلب يسمى البيدي بول من عدة هجين من الكلاب، فقوني هذا الكلب. وهذا الكلب ميزاته إنه يتميز بإنه ذات القوة الهجومية والشراسة، مما جعله يصنف هذا الكلب يسمى البيدي بول، يصنف كأكثر الكلاب شراسة وعدوانية والأقوى بينهما. حتى انه مارادونا نفسه كمربي هذا الكلب، حتى انه هذا الكلب بيهاجم اصحابها، مش بيهاجم اشخاص اخرين كمان، لا بيهاجم اصحابها. حتى يعني مارادونا كان مربي هذا النوع من الكلاب اللي يسمى بيدي بول، وهذا الكلب قام بمهاجمته. يعني حتى هذا النوع من الكلاب بيهاجم اصحابه. وهذا ما حدث في مصر، بجمهورية مصر العربية، في مدينة السادس من أكتوبر في حي الشيخ زايد، حيث قام هذا الكلب اللي يسمى البيدي بول، وهو كلب ملك زوج المذيعة أميرة شنب. قام هذا الكلب، طبعا ممنوع انه يربي الاشخاص يربون كلاب في مناطق تجمعات سكانيه، وخاصه هذا النوع من الكلاب اللي يسمى البيدي بول، بما تحمله هذا الكلب من شراسه وقوه وعدوانيه. فممنوع تربيته، حتى انه محظور هذا النوع من الكلاب، محظور في كل من كندا والارجنتين والبرازيل ودول اخرى في اوروبا، محظور انه يتم تربية هذا النوع من الكلاب. حيث حتى دولة الامارات العربية المتحدة في عام 2008 تقريبا اصدرت قانون انه يتم حظر هذا النوع من الكلاب اللي يسمى البيتي بول بسبب شراسته، يعني يعتبر مثل الاسد. يعني حتى انه هذا الكلب مثل ما قلنا مارادونا كان مربيه وهاجم على مارادونا، رغم انه مارادونا هو صاحب هذا الكلب، انه هذا الكلب قام بمهاجمة مارادونا. فهذا الكلب ما له امان هذا النوع من الكلاب اللي يسمى البيتي بول. فهذا الكلب هو ملك لأميرة شنب، فقام هذا الكلب للأسف الشديد بمهاجمة هذا الشخص الله يرحمه، وهو شاب مدير بنك. فللأسف الشديد لما هاجم هذا الكلب، هذا النوع من الكلاب هاجم هذا الشاب الله يرحمه، توجه هذا الشاب للمستشفى، وحصل غيبوبة لهذا الشخص لمدة شهرين تقريبا، انه هذا الكلب هاجم هذا الشخص في فبراير. مهم القوانين العقوبات تقريبا انه في حالة انه يتم مهاجمة الكلاب على احد الاشخاص، فيتم معاقبة الشخص صاحب الكلب تقريبا بالسجن مدى الحياة، إذا أفضى هذا الكلب إلى مهاجمة الشخص الآخر ووفاته، حسب القانون اللي أنا قريته. يعني قانون اللي قريته، حتى إنه في البرنامج المصري صار يناقش موضوع حظر استيراد هذا النوع من الكلاب بسبب شراسته. فيا ريت يعني، حتى هذا مو بالأول اللي حصل، حتى في موضوع أنا سمعت إنه في التجمع الخامس حصل نفس الشيء في منطقة التجمع الخامس. فإن شاء الله يتم حظر استيراد هذا النوع من الكلاب اللي يسمى بيتي بول، مثل ما تم حظر استيراده في كثير من الدول، مثل ما قلنا مثل كندا والأرجنتين ودول كثيرة، وحتى دولة الإمارات قامت بحظر استيراد هذا النوع من الكلاب الشرسة. الله يحفظكم جميعا ويحميكم ويبعد عنكم كل شر بإذن الله سبحانه وتعالى.